يانيك فيريرا مدرب الزمالك خلاص في الطريق ان يخلع هو كمان زيه زي خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي. الزمالك عنده مشاكل فنيه كتيره جدا، ابرزها اللي ممكن تشوفها والكل يبقى شايفها بعينه. اولا المدير الفني بيحب ويكره، عنده قناعات ببعض اللعيبه مش للامور الفنيه وتقييمها، هو بيحب لعيبه بيميل ليها، في لاعب ممكن يكون كارهه ما بيعتمدش عليه. النهارده انت دعمت بصفقات، وصفقات المفترض ان هي يعني كانت تقوم بالواجب بس ما قامتش بالواجب، حصل العكس. ازاي ما تجيبش باك يمين مع عمر جابر يكون موجود وهو عنده مشكله، ومشكله واضحه جدا من السنه اللي فاتت ان الكره ما بتطلعش من على الارض كده 2 متر، مش بيلعب لك عرضيه. كمان عندك مشكله في نص الملعب، سيف جعفر بقائه في النادي الى اللحظه اللي بنتكلم فيها ده معناه انه قاعد عشان ابوه، لانه لا يقدم اي مردود فني ممكن انت تعتمد عليه. عدي الدباغ تبدا بيه على حساب ناصر منسي، وانا مش عارف هو ايه دوره، يعني ساعات احس ان هو جناح، ساعات احس ان هو مهاجم، ساعات احس ان هو مش موجود اصلا في الملعب. رحت رفضت التعاقد مع عبد الرحيم دغموم رغم ان كان عقده انتهى مع النادي المصري، ورحت جبت شيكو بانزا اللي تشعر حتى ان هو عنده مشكله في تكوينه الجسماني كلاعب كوره. كمان الزمالك لما ما انتصرش للمبادئ بتاعته طبيعي جدا يحصل اللي حصل. انا مش عايز شايل احمد فتوح، القصه اللي حصلت بتاعته وهروبه من المعسكر والمشاكل والحوارات الكتيره بتاعت احمد فتوح، لكن انت المفروض كنت خدت مبدأ معين انه ما يشاركش وتعرضه للبيع في يناير انتصارا للمبادئ، ما عملتش ده، فكانت النتيجه ظهوره بمستوى سيء وسيء جدا كمان، وتسبب في الهدف الثاني اللي الزمالك خسر من خلاله.